هذه الكيكة لازم يكون اسمها كيكة السعادة على قد ما هي طيبة، وبنصحكم تجربوها. بتشهي وما بتاخد وقت. خلاط حطيت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكوب ونص سكر، معلقة كبيرة فانيليا. بعد ما خلطتهم بدي أضيف عليهم كوب إلا ربع زيت نباتي وكوب حليب سائل، ورجعت خلطتهم وحطيتهم بصحن غميق. راح أضيف لهم 2 كوب طحين، ومعلقتين كبار بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح، وربع كوب كاكاو بودرة. خلطت المكونات منيح مع بعض، وهيك عندي الخليط صار جاهز. بقالب رح أدهنه بالزيت، ورح أبطنه بالطحين، ورح أنزل خليط الكيك. طبعا أنا كنت مشغل الفرن قبل ب10 دقايق. دخلت القالب الفرن على الرف الوسط على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة، وهيك الكيك عندي صار جاهز. رح أترك الكيك على جنب. بالطنجرة رح أحط كوب حليب سائل، وظرف كريم كراميل، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار كاكاو بودرة. رح أحرك المكونات على البارد، ورح أرفعهم على النار. رح أستمر بالتحريك، وأول ما غلي عندي الخليط حطيت عليه باكيت قشطة، حركته شوي مع الخليط وأضفت شوكولاتة. رجعت حركتهم مرة تانية، وهيك عندي صار جاهز. جربت الكيك بالحليب ونزلت الخليط اللي عملته، دخلته الثلاجة لمدة ساعة. بتزينوه مثل ما انتو بتحبوا. انا زينته بالكاكاو البودرة والفستق الحلبي والورد المحمدي، ورح افرجيكم شكله بعد ما قطعته. وهيك عندي الكيك صار جاهز. بنصحكم تجربوه، كتير طيب وبشهي، وصحتين وهنا يا رب. بتمنى يكون عجبكم. يعطيكم العافية.